السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد النهاردة، وهو سلطة الكرنب أو الكولسلو. تعالوا بقى نشوف الجمال ده كله معمول ازاي. يلا نقول بسم الله. عندي هنا كرنباية صغيرة اللي هي بتاعت السلطة دي، وعندي 2 جزرات. الكمية اللي انا هستخدمها النهاردة انا هستخدم نص الكرنباية ده هيعمل لي كمية جميلة جدا. يعني انا هبشر الكرنباية بتاعتي. ممكن لو عايزة تستخدمي الكبة بتستخدمي الكبة ان هي تقطع لك الكرنب، او ممكن تستخدمي بالسكينة تقطعيها رفيع جدا برضو بينفع. انا بحب استخدم المبشرة، والجزر بتاعي برضو بعمله بالمبشرة. انا هبشر الكمية بتاعتي اللي هما الجزرتين مع نص الكرنباية، وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس. شايفين الالوان والجمال؟ بجد حلوة قوي، وجربوها بجد مش هتندموا. بعد كده هبدأ عندي اجيب 5 معالق من المايونيز، 5 معالق كبار من المايونيز، نص معلقة صغيرة من الملح. بعد كده هحط عليهم معلقة كبيرة من السكر، وهحط عليهم معلقتين من عصير الليمون. لو ما عندكيش ليمون ممكن تحطي خل، اي خل. وعندي هنا معلقتين من الزبادي، تمام، اللي هي اليوجرت يعني الزبادي. بعد كده انا هنزل عليهم كمان بمعلقتين من الحليب، وهقلبهم كلهم، لان لو ما حطيتيش الحليب بتبقى تقيله شويه. فانا بحب احط معلقتين الحليب، بيخلي القوام بتاع الصوص ده حلو قوي. شايفين القوام بتاعها حلو، مش خفيف ومش تقيل. وبعد كده هبدأ بقى اخلط المكونات كلها مع بعض. بجد هي ما بتحتاجش حاجة تانية اكتر من اللي انا قلته لكم عليه. يعني المكونات دي بجد هتطلع لك سلطة تحفة تحفة بجد، يعني رائعة. شايفين الجمال؟ انا هنا قلبتها كويس جدا مع بعض، وهبدأ اقدمها بقى في الطبق بتاعي بتاع التقديم. بجد جربوها تحفة. ولو عجبكم الفيديو بتاعي اشترك في القناة ولايك وشير. ايه رأيكم في الجمال؟ بجد تحفة، جربوها حلوة قوي قوي، عجبتنا جدا وعجبت كل اللي دقها. شايفين الجمال؟ شايفين؟ حلوة قوي، وكل ما بتقعد في التلاجة بتبقى تحفة. يعني لو عندك ضيوف ممكن تعمليها قبل ما يجوا مثلا ب3 ساعات 4 ساعات، بتبقى حلوة قوي يعني من بداية اليوم. بجد جميلة، جربوها. سلام.